بعد العراق ما دخل الكويت الدنيا كلها اتشقلبت، والعراق اعلن ان الكويت المحافظه رقم 19. امريكا اللي كانت قبلها بتقول احنا ملناش راي في النزاعات العربيه فجاه صحيت من النوم وهي بتصرخ الحقونا النفط في خطر، الامن القومي الامريكي، ديمقراطيه يا جدعان. والله يا صاحبي امريكا لما بتصرخ بالديمقراطيه اعرف ان في وراها دوله هتتحرر من كل حاجه، وتقوم من النوم تلاقي نفسها متحرره من الجيش والنفط والحكومه ومن نص الشعب. خش بقى على عمليه الصحراء. امريكا قعدت 5 شهور تبني قوتها في السعوديه، قالوا 500,000 جندي والاف الدبابات ومئات الطيارات غير حاملات الطائرات. تكنولوجيا مخابرات عمرها ما ظهرت قبل كده. المرحله الاولى كانت الحرب الجويه، استمرت 43 يوم، اكتر من 100,000 طلعه جويه، والعراق اتضرب في الاتصالات، دفاع الجو والمطارات ومخازن الذخيره، مراكز القياده، ده غير البنيه التحتيه العسكريه. كانت اول مره في التاريخ العالم كله يشوف حرب بتتذاع لايف، كانت شغاله 24 ساعه على CNN. صور الضرب الليلي على بغداد بقت ايقونه. العراق كان واقف قدام قوه جويه مرعبه مفيش اي دوله في العالم تقدر تستحملها.